عام آخر سيتاح فيه للمواطن تسجيل سلاحه كحيازة داخل منزله. من حق الفرد امتلاك قطعة واحدة، تسجيل يمضي بطريقة سلسة متسلسلة من الاستلام إلى الأدلة الجنائية، ثم التصفير والترميز والفحص، لتكون كل المعلومات مؤرشفة في البنك الوطني العراقي للأسلحة. تخطينا عتبة 228 ألف قطعة سلاح مسجلة لأرباب الأسر، و47 ألف قطعة مصادرة من الوزارات المدنية، وكذلك 250 ألف قطعة مصادرة من جراء العمليات. طبعا وأصبح بهذه العملية لدينا بنك معلومات لحركة الأسلحة ومطابقتها أدلة جنائية. في كل يوم وبكل الأوقات أبواب مراكز الشرطة لغرض التسجيل مفتوحة، فهنا بخطوات محسوبة خالية من التعقيد سيحتفظ ماجد بسلاحه في منزله برسمية تامة أسوة بمن سبقوه، وذلك بعدما توضح له أن المشهد هذا يضمن حقه ويجعله بدائرة الأمان. ما شفنا فد معوقات ولا عندهم فد معضلات انه يعني احنا واجهناها، فالحمد لله. وانصح الباقين انه يسجلون السلاح، يعني حتى لا يتفادون اي مشكله مستقبليه يواجهوها، وبنفس الوقت الامور بسيطه. تنظيم عملية حيازة الأسلحة تندرج وراءها أسباب مختلفة، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة وتقليل الجرائم وتسهيل الوصول إلى الجاني. فبعد هذا العام ستكون هناك حملة كبرى للتفتيش وعمليات الدهم لمصادرة كل سلاح غير مسجل. سلاح مقنن وأمن محصن وقانون لا يؤجل، فبحسب ما وصف فإن التمديد ليس نافذة تهاون، وإنما فرصة لتصحيح المسار قبل أن تبدأ مرحلة المساءلة بلا استثناء. فحصر السلاح خط نحو أمن مستقر لتنظيم عملية الحيازة وضبط الفوضى بالبيانات واستعادة الأمن والإطمئنان للدولة والإنسان. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.